أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية. وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. أعلنت شركة سكاي أبو ظبي الإماراتية عن استحواذها على أرض 75 فدان لمشروعها الجديد في التجمع السادس. شركة أعمار مصر بتطرح أول مناقصة بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروعهم مراسي راد في البحر الأحمر. شركة لافيستا تعلن عن طرح مرحلة جديدة في مشروعهم الباتيو فيرا في مدينة الشيخ زايد على طريق وسط الدهشور مباشرة، فيلات استلام خلال سنتين فقط بتقسيط يصل حتى 10 سنين. تطوير مصر بتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 43 مليار جنيه وتسليم 2200 وحدة في مشاريعهم خلال عام 2026. بالم هيلز بتوقع عقود بتمثل 25% من مصروفات مشروع السعديات شورز في الإمارات. مجموعة طلعت مصطفى تعلن عن افتتاح فندق فور سيزونز في مدينتي خلال مارس القادم. وأخيرا شركة ذا ووتر واي بتدرس تطوير أرض على مساحة 250 فدان في القاهرة الجديدة وتنفيذ مشروع سكني وفندقي. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.